ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم سارة من قناة يوميات مامة حور. النهاردة هنعمل مع بعض الجمال اللي شايفينه قدامكم ده. الشتا يعني محشي محشي ودفى ولمة وحب كده لكل حاجة. الشتا جميلة يا جماعة. انا بحب الشتا والشتا بتحبني بصراحة. وشوية بانيه بقى وشوية زيتون انا عاملاه كده في البيت. مفيش احلى من كده. بصوا، انا عايزه قبل ما ابدا الفيديو بقى تشجعوني عشان الفيديو ده انا تعبت فيه جدا. تحطوا لي لايك وتعملوا لي اشتراك لو انت مش مشتركه، وتفعلي الجرس عشان لو مش بيوصلك مني اشعار يوصلك مني يا جميل، وتتابعيني. ويا رب اكون خفيفه عليكم، والنهارده الفيديو يكون خفيف عليكم وتستفيدوا منه لو بحاجه بسيطه. ويلا بينا اقول لكم النهارده بدايه الفيديو معايا ايه. اول حاجه كده نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشمر ايدينا. ليه بقى؟ عشان خاطر النهارده المحشي، واليوم المحشي للمطبخ كده بيخلينا واقفين فيه طول النهار بس بحب. بتطلعي اكله انت بتحبيها، كل بيت مصري بيعملها في الشتاء. فمش عايزه اقولك انا بالنسبه لي النهارده كان المحشي على قلبي كده زي العسل وانا بعمله. اول حاجه عملتها ان انا نزلت السوق، جبت الطلبات بتاعتي، بدات ان انا اجهز معاكم في الفيديو النهارده. ودي حاجات بسيطة من بداية الفيديو معانا. ويا رب النهاردة يكون الفيديو كويس ويعجبكم ان شاء الله. اول حاجة كده يا بنات، انا عايزة اقول لكم ان انتوا بتوحشوني كتير جدا جدا جدا. انا عايزة ارغي معاكم قبل ما اخش في تفاصيل الوصفة، عشان خاطر اعرفكم ان انا بغيب عنكم شوية عشان خاطر ظروف معينة. شجعوني عشان التشجيع بتاعكم هو اللي هيخليني استمر ان شاء الله وانزل فيديو زي ما كنت بنزل معاكم. ويلا نبدأ بسم الله. اول حاجة انا جبتها الفيجيتار، ما كانش عندي فيجيتار، وجبت فلفل اسود وطماطم وطبعا الخضرة. وطبعا احلى حاجة بقى في المحشي انت تبقي نازلة تجيبي حاجتك كده بايدك وبتنقيها، بتبقي عارفة اللي هو يعني مبسوطة جدا. طماطم طبعا حمرا وزي الفل وكانت جميلة جدا. والكرنبايه الجميله البلدي اللي هي في عز بقى الموسم بتاعها. بدات ان انا اول حاجه اعين الورق اللي انا مش بستخدمه، وعينت الراس اول حاجه شطفتها. طريقتي في الكرنب بحط ملح وشويه كمون بس كده. طبعا الكمون انتوا عارفين عشان خاطر وانت بتسلقيه كده تشمي ريحه حلوه ويطلع معاكي طعمه حلو قوي ونكهته جميله. انا بحط كرنبايه سليمه وبطلعها ورقه ورقه. اول حاجه بنزل الكرنبايه زي ما شفتوها على العروش وبشد ورقه ورقه وكده خلص معايا. يلا بينا نخش على الخلطه. معايا 3 بصلات هعملهم في الكبه وهروح يلا بينا بقى بسرعه نروح على ايه البوتاجاز نعمل الوصفه. انا اول حاجه بحط شويه زيت كده محترمين نضيف، وبروح نازله اول حاجه بالبصل. دي طريقتي المعتادة اللي انا كمان متعلماها من والدتي، ويمكن انا بعملها معاكم من سنتين في القناة ومش هغيرها. انا نزلت بالبصل اهو، اول ما بدأ يدبل معايا شوية نزلت معايا بشوية خضرة مشكل من الخضرة بتاعتي. ضربت الطماطم، حطيت الطماطم على البصل. هنا كنت حطيت التوابل بس للاسف الفيديو المقطع ده راح مني. انا هقول لكم انا حطيت ايه. حطيت كزبره، كمون، فلفل اسود، بابريكا، شويه نعناع، شويه بهارات مشكل، شويه شطه صغيرين، مرقه دجاج. وطبعا نزلت بكل ده مع بعض، وشويه السكر اللي بحطهم للطماطم ده اساسيين. هنا خلص معايا الصوص بتاع المحشي. بصوا الخلطة حمراء يعني انا بحبها تكون متسبكة كده. حطيت المقدار بتاع الرز اللي انا هحتاجه، وحطيت معايا الخضرة انا كنت مقطعاها ومجهزاها عشان ما اطولش عليكم الفيديو. بدأت ان انا اقلب، يعني لقيت ان هي محتاجه شويه تاني، انا بحبها حمرا قوي. رحت حاطه شويه. طبعا انا بقولك انا بعمل ايه، انت بتعرفي تعملي احسن مني فهتعمليه احسن مني ان شاء الله. انا بس بشارككم روتيني في الفيديو، يومي بتاعي بشارككم فيه في الفيديو يعني. كده المحشي كان خلاص داخل على سوا، قلت اوريهولكم. طبعا انا حشيته يعني ما صورتش، بس قلت انتوا اكيد كلكم عارفين الحشو وانا عاملاها معاكم كذا مره، وهبقى اسيب لكم الفيديو بتاعها فوق. يلا بينا بقى نعمل البانيه مع بعض عقبال ما ايه المحشي يتلدن كده ويبقى حلو. حطيت الفيجيتار اللي انا وريته لكم اللي انا كنت جايباه، ونزلت ببضايه في طبق تاني. حطيت شويه ملح، هحط شويه فلفل وبهار صغيرين جدا بس كده. وبقلب بقى كل الحاجات دي كده مع بعض، وما بكترش الملح عشان انا ببقى محيقه البانيه معايا. طبعا انا محيقتش معاكم البانيه
وما تبلتلوش معاكم عشان انا اصلا كنت متبلاه وشايلاه في الفريزر. انا بحب اتبل حاجتي واشيلها بتاعه الشهر يعني في الفريزر، اطلعها في اي وقت. تمام. اول حاجه بحب انزل اي حاجه على قطعه البانيه من عليها، يعني زي البصل بحب انزله زي ما انتم ما شايفين واحطه على البيضه. اخلص معايا الكميه اللي انا محتاجاها، قلب قلب قلب. بس كده انا هاخد بقى من الخلطه بتاعتي الجميله اللي احنا عملناها دي، احطها على الفيجيتار على طول. طريقه سهله بسيطه، ما فيهاش يعني زي ما بيقولوا اختراعات كتير. هي دي الطريقه اللي احنا معتادين عليها اغلبيتنا. فبحب اعمل الحاجه ايه تكون بسيطه عليكم وعليا، عشان خاطر كلنا نقدر نعمل بمقدرتنا بتاعه البيت اي حاجه نفسنا فيها نقدر نعملها. بس كده يا بنات، فشجعوني عشان ان شاء الله ارجع معاكم وانزل معاكم فيديوهات كل يوم. انا حابه ان انا انزل معاكم، بس انا مش لاقيه تشجيع منكم. طبعا الواحد لما بيتعب في الفيديو بيحب ان هو يعني يلاقي على قد تعبه. فيعني انا كل اللي بطلبه منكم انتوا تعملوا لي لايك، ولو عجبكم الوصفه تكتبوا لي كومنت حلو كده زيكم وتقولي لي الوصفه حلوه او لا، وهستنى رايكم ان شاء الله. انا كده حطيت بقى معايا الزيت، اول ما سخن نزلت بالبانيه بتاعي. طبعا كلنا عارفين اي حاجه من اللي انا بعملها دي بتتعمل ازاي، بس انا مش بديكوا يعني انتوا تتعلموا مني، انا بديكوا بوريكوا يومي الروتيني بتاعي. يعني انا بصحى بعمل ايه في المطبخ، عملت غدا ايه النهارده بوريهولكوا، مش اكتر ولا اقل. لو في حاجه بسيطه انت ما تعرفهاش فبتعرفيها مني بالصدفه فانا ببقى مبسوطه. لكن انا مش بعلم اي حد يا بنات، انتوا بتتعلموا يعني وتعلموا ومفيش احسن منكم. بس لو في مثلا بنوته لسه مبتدئه ما تعرفش معلومه صغيره، الكرنبايه بتتسلق ازاي، المحشي بيتعمل ازاي، هتتعلم حاجه ايه من العبد الغلبان ده. بس يا بنات انا كده بقى بدات ان انا خلاص اطلع اللي اتقلى وبنزل الباقي معاه. طبعا انا بعمل على قد الكميه بتاعتي اللي هي انا وجوزي وبنوتي الصغيره، فما بعملش اكتر من اللي انا محتاجاه. بس كده وخلاص. بصوا المحشي كان جهز، وهنغرفه مع بعض. شايفين الجمال؟ الصوابع بتتمخطر كده. انا جوعت يا جماعه، انا جوعت مع شويه الزيتون، يعني يا جماله. والبانيه كان تحفه والمحشي كان تحفه وبيدفي ومفيش احسن منه. يا رب النهارده الفيديو يكون خفيف عليكم. باي باي.